ازيكم؟ النهاردة هنتعلم خطوة جديدة في الاكسل، وهي الاندكس والماتش. دول دالتين قويتين جدا، ودايما بيبقوا مع بعض بدون الفي لوك اب. طب تعالوا كده بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا احنا عارفين ان الماتش دي بترجع بترتيب الصفوف والأعمدة. طيب الاندكس دي بترجع بتقاطع الصف مع العمود، يبقى الاندكس دي بترجع بتقاطع الصف مع العمود. تمام. طيب بالنسبة اما عايزين نجيب مثلا في المانس ابريل، عايزين نجيب شهر من الشهور، وعايزين نجيب من البرودكت من المنتج، عايزين نجيب البيبر. نعملها ازاي؟ هنشوف بدالة الايه الاندكس والماتش مع بعض. هقول له ايكوال، تمام، وافتح دالة الايه الاندكس من الفورمولا بار كده، واقول له ايه اندكس، واقول له اوكي. ماشي. هنا بيقول لي الاري بتاعي، الاري هعلم على الجدول طبعا الكبير كله، ومنساش ادوس على اف ايه 4 للتثبيت. يبقى انا هعلم على الجدول ده كله كده، تمام، واعمل اف 4. طيب هنا في الرو نمبر هنعمل ايه؟ هفتح من هنا كده دالة الايه الماتش، هقف هنا كده وافتح من فورمولا بار كده دالة الماتش، واقول له اعلم على الشهر في الجدول الصغير ده، اعلم على اسم الشهر اللي هو ده هنا كده، هعلم على اسم الايه الشهر ده، تمام. وبعدين هعلم هنا في اللوك اب اري، هعلم على الايه عمود الشهور كله، منساش اثبت بالاف ايه 4. ادي عمود الشهور اهو، هعلم عليه كله وهثبت بالاف ايه 4. تمام. طيب وبعد كده هنا هكتب الزيرو، ماشي. وبعد كده هضغط على الاندكس تاني كده، وبعدين من هنا كده عند الكولم افتح دالة الايه الماتش تاني، فهفتح دالة الايه الماتش تاني اهي. ماشي. بعد ما افتح دالة الماتش هعمل ايه؟ هعلم على المنتج بقى في الجدول الصغير اللي هو ده، تمام. وبعدين في اللوك اب الري هعمل ايه؟ هعلم على رؤوس الاعمدة فقط، على رؤوس الايه الاعمدة بتاعتي اهي كده دي فقط، ماشي. واضغط على اف ايه 4 كده، تمام. وبعدين هنا هحط الايه الزيرو كده، واقف هنا وارجع للايه للاندكس تاني، تمام، واقول له ايه اوكي. اداني الرقم ده اهو، المبيعات دي 16,934. ادي المبيعات. طب ازاي اعرف ان دي الماتش دي بترجع الايه؟ احنا قلنا بترتب الصفوف والاعمده. طب والاندكس بترجع بتقاطع صف مع عمود. ازاي؟ يعني هنا مثلا برودكت عندي البيبر، صح؟ لو انا علمت على البيبر ده كده ولونته مثلا بالشكل ده كده اهو مثلا، وجيت عملت كده عند الابريل كده اهو، ولونته باخدك كده اهو، ماشي. ادي تقاطع الصف اهو. تعالوا كده بقى اهي 16,934، مش دي اللي جبتها؟ يبقى تقاطع الصف اهو مع العمود جاب لي المنتج بيبر مع الايه شهر ابريل اللي انا عايزاه، اللي هو ده السيلز المبيعات بتاعته قد ايه، تمام.
وبكده نكون عرفنا ازاي نتعامل مع الدالتين الماتش مع الاندكس في الاكسل بطريقة سهلة جدا. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نكمل مع بعض سلسلة دروس تحليل البيانات الجاية.